السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم دكتور ابراهيم. النهارده ان شاء الله هيكون بدايه بودكاست هنتكلم فيه عن اليو اس اي باسواي لطلاب الطب والاطباء. البودكاست ده هيكون مختلف لانه يعني هيكون بشكل واقعي جدا. هنتكلم فيه عن كل تفاصيل الباسواي من البدايه خالص، من اول انت اخذت قرار ان انت تبدا في طريق اليو اس ام ال لحد ما تحصل على تبقى كونسلتنت، تبقى استشاري في التخصص اللي انت عايزه. هيكون معانا في البودكاست ده دكتور عبد الحميد نوار. يعني هيشرفنا. احنا بقالنا حوالي يمكن كذا شهر بنحاول نرتب للأمر ده بسبب ضيق الوقت. فالحمد لله الحمد لله أخذنا الفرصة الكبيرة دي. ويعني هنتكلم في البودكاست ده عن كل التفاصيل اللي احنا قلنا عليها. بداية كده يعني حابب حضرتك تعرفنا بيك دكتور عبد الحميد. أهلا بيك دكتور إبراهيم. بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شكرا بداية، شكرا على الاستضافة، والحمد لله إن ربنا ييسر لنا إن إحنا نظبط الحمد لله. ميعاد نتكلم فيه بإذن الله. ولعل وعسى إن الناس تنتفع من كلامنا. أنا اسمي عبد الحميد نوار. أنا استشاري أمراض معدية infectious diseases consultant adjunct assistant professor في إلينوي في الولايات المتحدة. مبسوط النهارده والله ان انت معانا، وان شاء الله يعني نستفيد كلنا من السلسله دي. السلسله دي هتكون عباره عن فيديوهات قصيره نتكلم فيها عن مجموعه من الاسئله. انا حاولت اجمع معظم الاسئله اللي الناس بعتتها لي، ويعني هنسالها خلال السيشنز المختلفه. ولو في حد لسه عنده اي اسئله ممكن يبقى يسالنا في كومنت على اليوتيوب، او حتى يبعتها لي في رساله، وان شاء الله نحطها في الفيديوهات اللي بعد كده يعني. بداية يعني عايز حضرتك تدينا يعني تعريف أو مقدمة ليه اخترت اليو اس ام ال باسواي، وابتديت إمتى، ويعني فترة البريبريشن، لأن المعلومات دي إن شاء الله تفرق مع إخواتنا اللي هيبتدوا الطريق، سواء كانوا الأندر جرادويت أو البوست جرادويت. تمام. بسم الله. زي يمكن الواحد من هو في كلية طب، كان دايما في بالي إن أنا أجي أمريكا وأكمل residency وسيستم تعليمي في أمريكا. يمكن دايما الجملة المشهورة اللي دايما في بالي اللي هو if you want to be the best you have to be with the best أو you have to beat the best. فيمكن ده كان دايمًا يعني يعني موضوع أمريكا ما جاش من بعد الكلية، لأ هو جه من أثناء الكلية. الواحد دايمًا في باله إنه يخلّص كلية بإذن الله، وبعد كده ينتقل للولايات المتحدة، يدخل السيستم الطبي بتاعهم والتدريب بتاعهم، وياخد على أعلى الشهادات المتاحة سواء في أي تخصص طبي يعني. فده كان بداية موضوع السفر لأمريكا بالنسبة لي. آمم، لو عايزين زي ما أنت كنت بتسأل كان طريقي عامل إزاي أو يعني مختصرًا كده. أنا أثناء كلية الطب يمكن إحنا جيل قديم شوية، فمذاكرتنا المعادلة الأمريكية الكلام ده كان متأخر شوية عن قرب الامتياز، سنة سادسة مم. والامتياز. بالنسبة لي أنا يمكن كان الامتياز هو الأساس، هو ده الوقت اللي بدأت أذاكر فيه معادلة أمريكية. كان عندي فترة تجنيد بعد فترة الامتياز، استكملت فيها مذاكرة المعادلة الأمريكية، وامتحنت أثناء فترة الجيش المعادلة الأمريكية. طبعًا نظامنا كان step 1 بscore، step 2 اه. CK، الscore طبعًا زي ما هو لسه، ده اللي مستمر. فورًا بعد انتهاء فترة الجيش جيت للولايات المتحدة على طول. امتحنت الCS exam اللي هو طبعًا دلوقتي ما بقاش CS exam. مم. CS exam، وقعدت فترة سنة هنا في أمريكا بين observerships في أماكن مختلفة. كنت غالبًا بين نيويورك وبين هيوستن في تكساس. آمم observerships/research intern، research internship slash interviews للmatch season. طبعًا أنا يعني تخصصي هو الأمراض المعدية، فبداياتي كانت الباطنة هي اللي بتفتح لك مجالات كتير في المجالات الباطنية المختلفة. سواء بقى بنتكلم عن cardiology، pulmonology، مم. GI، hematology، infectious diseases، وتخصصات تانية كتير بتندرج تحت الباطنة يعني. فده يعني ممتاز ده جدا. ملخصًا، يعني ملخص يعني مختصر الطريق بتاعي يعني.
ممتاز جدا ما شاء الله. طيب انا طبعا ايه هقعد اعمل انتربشن كده كل شويه مفيش عشان مشكله، اتفضل براحتك. نستفيد بكل جزء اتفضل يعني. اتفضل اتفضل. حضرتك قلت اول حاجه ان الستبس عملت في الامتياز، واما بعد الامتياز كمان فتره الجيش. فانا عايز يعني عايزك تقول لنا كده اثناء فتره التحضير، إيه العقبات مثلا اللي قابلتك واتغلبت عليها ازاي؟ ده هيفرق كتير برضه مع الناس. يمكن معظم العقبات هتبقى متشابهة يعني بيننا كأطباء أو كطلبة طب. يعني مم. مجال الطب ده مجال طويل ومجال متعب، ما هوش سهل و very stressful. فالطريق يعني زي ما الجملة المشهورة دلوقتي اللي هو خلي المعنويات عالية بدها طول اه. نفس. لأن مم. هو ده طريق الطبيب. أنت بتعمل مهنة من أهم وأرقى المهن في العالم، مع أهمية كل المهن، بس أنت مهنتك مهنة مهمة جدًا، جدًا في بناء أي بلد وبناء أي حضارة يعني. فلازم يبقى عندك طولة النَفَس دي، وهي دي أحد الchallenges اللي الواحد قابلها، اللي هو الstress وطول الطريق يعني. ال آمم، آمم، بس لازم يبقى عندك هدف، لازم يبقى عندك مم. أنت بتعمل ده ليه وعشان إيه ونيتك إيه في كل العمل ده يعني. آمم، فمعلش أنت كنت بتسألني عن إيه بالضبط في الطريق العقبات معلش؟ العقبات في التحضير ذات نفسه اصلا آه. الستبس. تحضير الsteps كانت العقبات الوقت. يمكن إحنا امم. الجيل بتاعنا الجيل الكبير شوية، امم. اللي هو بدأ يذاكر معادلة بقى سنة سادسة أو امتياز أو الجيش، فأنت already امم. بتبقى انخرطت في الحياة العملية شوية، ووقتك ما بيبقاش ملكك أوي. امم. آمم، مش زي وأنت طالب، وإن كان برضه وأنت طالب أنت مشغول برضه في المذاكرة، في امم. مذاكرة المواد المختلفة يعني. وإن كان الجيل الجديد طبعًا هو اللي ما شاء الله عليه دلوقتي من سنة تالتة ومن سنة اه. رابعة بيبدأوا يدخلوا steps امم. ويعدّوا ويخلّصوا بحيث يبقوا على سنة سادسة أو امتياز يكونوا مخلّصين الsteps وجاهزين. وده يعني ده شيء ممتاز، وده اللي لازم الناس تستمر عليه يعني، إنك دايمًا امم. كويس تبدأ جدا. as soon as possible. امم. ده الأساس. فدي أحد العقبات بالنسبة لي، كانت إن إحنا بدأنا في امتياز أو بدأنا متأخر، أنا يمكن امم. والجيل بتاعنا والأجيال اللي قبل كده. فكان لازم توازن وقتك في امتياز وبين المذاكرة أو في الجيش طبعًا. يعني أنا كنت باذاكر في الجيش في أماكن مختلفة جوّه الجيش. آمم توفيرًا للوقت وعشان امم. الواحد يحاول ينجز أكبر قدر من المذاكرة. فأنت دايمًا امم. استغل أي وقت في أي مكان، يعني ليل، نهار، قبل الفجر، قبل ما يومك ما يبدأ، بعد ما ترجع من شغلك أو من جيشك أو امتيازك أو أيًا كان يعني. لازم يبقى عندك تنظيم للوقت علشان تقدر تنجز قدر المستطاع. فيمكن دي كانت الmain challenges. في challenges طبعًا ماديًا. الموضوع المعادلة مش موضوع مش طريق for free يعني. ده طريق فيه امم. مُكلِف والامتحانات مُكلفة كل step بمبلغ امم. وقدره. السفر لأمريكا في حد ذاته مُكلف. انترفيوهات السفارة الأمريكية طبعًا، والناس كتير يعني بتسأل امم. عن المواضيع دي. أنا طبعًا مثلًا أنا ما اتقبلتش من أول مرّة، اتقبلت من بعد كده. امم. فدي كلّها طبعًا challenges، وكلّها حاجات بتاخد من وقتك ومجهودك ولميزانيتك اللي أنت حاططها للطريق يعني. امم. يمكن دي أهم الحاجات اللي واجهتني بشكل عام يعني في طريقي للمعادلة الأمريكية يعني، وطريقي لأمريكا يعني. امم. طيب ممتاز جدا. زي ما انت قلت، هو فعلا يعني العقبات متشابهه مع ناس كتير، او مع كل الناس اصلا بتخوض الباس واي. ونقطه برضو مهمه حضرتك قلتها، اللي هي الناس بقت بتبدا بدري. يعني انا حتى بقيت بشوف الناس في سنه اولى وسنه تانية بيبداوا ممتاز. يوصلوا. ودي حاجه كويسه لانها اصلا متماشيه حتى مع نظام الجامعات بشكل كبير جدا يعني. فدي حاجه ممتازه يعني. طيب بعد كده، بعد ما خلصنا الستبس، فكرة إن أنت سافرت أمريكا، ما بين السفر لأمريكا وما بين إن أنت خلصت الستبس، إيه الخطوات؟ طبعا ممكن ده يكون سؤال بديهي جدا، بس في ناس كتير جدا بتسأل هو أنا أروح أمريكا إزاي؟ يعني مثلا يعني أجيب ريسيرش إزاي؟ أعمل أوبزرفشيب إزاي؟ أعمل إلكتيف إزاي؟ الحتة دي غايبة عند ناس كتير، لغاية لدرجة إن في ناس أصلا ما بتعملهاش عشان هي مش عارفة تعملها إزاي. فممكن تدينا نبذة تمام. عن هذا يعني الأمر. ال ال يعني يمكن الموضوع طبعًا الcompetition بتزداد يوم عن التاني وسنة عن التانية. فيمكن زمان من أكتر من 10 سنين أو أكتر، كان الموضوع مش بنفس الصعوبة الحالية أو بنفس الcompetitiveness الموجودة حاليًا يعني. لكن
الطرق المشهوره والمعروفه عشان تيجي امريكا، انت بتيجي طبعا اللي هو زياره او سياحه الاول. ليه؟ عشان هعمل امتحان معين، بقيه امتحان المعادله، او عشان انا جاي على observership او research position في مكان معين. لذلك انت يعني لازم الكونكشنز والكوميونيكيشن سكيلز دي هتبقى حاجه مهمه جدا طول طريق كطبيب بشكل عام، لكن بالذات لو ماشي في طريق امريكا، يعني لازم الكونكشنز والكوميونيكيشن سكيلز تبقى مهمه جدا. لازم تحاول تتواصل مع ناس في امريكا، توصل لدكاتره اطباء عرب، تخصصات مختلفه. لازم الكلام ده يبدا بدري، من قرب ما انت هتخلص الكليه او في امتيازك، بحيث تبقى عندك بلان او تاخد اي اجريمنت او بيرميشن من اي حد في امريكا. حتى الاطباء العرب وغير العرب او المستشفيات، طبعا تقدم على مستشفيات كتير لobserverships، لelectives لو انت لسه ما خلصتش الامتياز او سنه سته، research positions كانترنشيب. مش لازم انت مش ما حدش معظمنا يعني جه يشتغل ريسيرش او observerships، ما حدش بيبقى paid او يدفع له اي حاجه عشان الحاجات دي. فانت لازم رقم واحد يبقى عندك connections كتير جدا. رقم اتنين، محتاج انك تقدم على اماكن كتير جدا لobserverships، لريسيرش، وايا كان اللي هيجي. انت مش اوقات مش هيبقى عندك اللكجري انك لا انا عايز ريسيرش في كذا عشان اجي امريكا، يا اما لا. لا، انت الموضوع يعني انت بتطرق جميع الابواب، وزي ما ربنا ييسر لك. لو امريكا طبعا هي الطريق الباثوي الاساسي بالنسبه لك، سواء على observership، سواء على research، سواء على elective. اوقات في ناس تيجي بس على الامتحان وما بيبقاش فيه يعني لسه حاجه حاجه واضحه اعدت ليهم، حاجه واضحه مم. observership او research، بس بيمتحنوا او حاجه، وبيحاولوا بقى يقدموا هنا للمستشفيات وانا موجود في المكان دون او غيره، يعني بحيث يحصلوا على اي experience امريكيه قبل الماتش، لان ده طبعا فاكتور مهم جدا في الماتش، في اثناء تقديم للماتش يعني. طيب يعني انا هاخد السؤال من اخر جمله انت قلتها. مدى اهميه اليو اس كلينيكال اكسبيرينس بمختلف انواعها للماتش؟ يعني لو هنحط زي نسبه وتناسب، طبعا انا بتكلم في الوضع الحالي كمان يعني. شوف، هو بالنسبة للماتش، الماتش ده بروسيس طبعا طويلة ومتعبة، لكنها مالتي فاكتوريال. بداية كده أهم حاجة فيها هي السكورز. كتير من الناس عارفة الكلام ده دلوقتي. سكورز بقى خلاص بقى نتكلم في السي كي طبعا، لأن الستيب 1 بقت باس اور فيل. فدي ده الاساس بتاعك عشان تدخل موضوع المعادله الامريكيه. لازم تركز جدا في دراستك وامتحاناتك والان بي ام ايز اللي بتعملها واليو وورلد ومذاكره الفيرست ايد والكابلان او ايا كان الريسورسز بتاعتك في المذاكره، عشان تجيب اعلى سكور. ده رقم واحد. وعشان تباس طبعا من اول مره. يعني لو في فيل في ستيب من الستبس بيبقى في مشكله، وان كان ما فيش حاجه مستحيله بس بيبقى في مشكله يعني. احنا قلنا مالتي فاكتوريال، بس ده اهم فاكتور. الفاكتور الثاني اللي هو سؤالك انت، اللي هو قد ايه اليو اس اكسبيرينس مهمه قبل الماتش. مهمه جدا، لان انت الكومبيتيشن بتاعتك اللي بتعملها في امريكا بتعملها مع اطباء امريكان اوريدي عارفين السيستم، عارفين الاي ام ار، الالكترونيك ميديكال ريكوردز، شغالين على الكمبيوتر سيستمز بتاعت المستشفيات، فاهمين ازاي تشوف مريض، بتحييه ازاي، بتجزامن المريض ازاي، الثوت بروسيس ازاي، ايه الريسورسز والويب سايتس اللي بتدخلها علشان تعرف معلوماتك الطبيه. فانت اوريدي بتكمبيت مع امريكانز، وحتى النون امريكانز معظمهم بيبقى عامل الاكسبيرينس دي observerships او electives او research، عشان يبقوا داخلين بكومبيتيشن عالي مع الامريكان او غيرهم اللي يعرف السيستم ان ديتيلز. فدي مهمه جدا بالنسبه لك، مش بس عشان تمتش، عشان حتى لما تمتش باذن الله بدايه في النيابه ما تواجهش مشاكل كتيره في اول النيابه. اول النيابه لو انت السيستم ده انت لسه جاي على سيستم من يعني الدي 1 بتاعك هو النيابه، هتلاقي في باريرز كتير، وعلى ما تتعلمها وهتاخد وقت على ما تتاقلم، وده قد يسبب يعني ستريس اكبر عليك انت في غنى عنه. فموضوع اليو اس كلينيكال اكسبيرينس مهم جدا، انك تيجي امريكا قبل الماتش على observerships، على research، على electives. حتى لو observerships دي في عيادات، مش لازم في مستشفيات، ممكن في عيادات مع اطباء عرب او اطباء مسلمين، بحيث يبقى ليك تعامل مع المرضى الامريكان، وليك تعامل مع الالكترونيك ميديكال ريكوردز، وتعامل مع المرضى، وتعرف بتابروتش المرضى ازاي. فده ردا على سؤالك، يعني ان هو part of a process, part of the multifactorial process للماتش.
قلنا مم. السكورز، قلنا اليو اس اكسبيرينس. طبعا في حاجات مم. فاكتورز مهمه تانية زي الكونكشنز، انك يبقى ليك كونكشنز في اماكن مم. كتير، مش كواسطه زي يمكن ده اللفظ اللي اه عندنا، لكن اه كناس تديك opportunity انك تظهر ويبقى ليك انترفيوهات في اماكن مختلفه على حسب طبعا التخصصات اللي انت مقدم عليها، فتقدر مم. تبرز نفسك من خلال السي في بتاعك وانت بتقدم على الماتش. ممتاز جدا ممتاز جدا. إجابة بصراحة وافية وشاملة الأمر كله يعني. بيجي لي سؤال متكرر جدا من طلبة وكمان خريجين أثناء فترة الشغل بتاعهم، إيه اللي ممكن يعملوه في البلد اللي هم فيها غير المذاكرة وإتقان الستيب زي ما حضرتك قلت، تساعد في السي في بتاعهم أو البورتفوليو بتاعهم بعد كده لما يجوا يقدموا الماتش. لا، تقدر تعمل كتير، تقدر مم. تعمل حاجات يعني مختلفة، مم. تساعدك في البروسيس بتاع الماتش بعدين، مم. بالذات لو مم. انت حد عنده امتياز، وهتقعد الامتياز كله في مصر، مم. او لسه عندك فترة تجنيد وهتقضيها كلها في مصر الفترة دي. مم. يعني هنا في امريكا بيحبوا عشان تعمل ماتش، برضو احد الفاكتورز اللي بزودها دلوقتي هو انك اه. تكون فريش جراديوت. فريش جراجويت مم. اللي هو يعني لسه متخرج لسه طازه متخرج. من سنه، من سنتين، من ثلاثه، مم. ما يزيدش عن كده. وان كان طبعا برضو اجين ما فيش حاجه يعني، مم. كل القاعده ليها اه. يعني الحاجات الاستثناءات بتاعتها يعني. مم. بس بشكل عام انت في مصر تقدر تعمل ريسيرش، تقدر مم. تقوي البيس بتاعت الريسيرش بتاعتك كواحد فاهم ريسيرش. في كورسات ريسيرش وستاتستكس في الكليات، في فيديوهات في اه. المكتبات بتاعت الكليات، او حتى اونلاين مم. او على اليوتيوب مم. او على مم. السوشيال ميديا، هتلاقي كل الكلام مم. ده. المهم انك مم. تبقى فاهم ريسيرش، لان بلد زي امريكا او اوروبا او غيرهم، البلاد دي قائمه على الريسيرش اه بشكل قائم عام. على السيرش ايوه. لو انت مش طب تعمل ريسيرش بايدك، فانت محتاج انك تقرا الريسيرش عشان هو ده اللي هتستفيد منه وهتطبقه في مجالات مم. وتخصصات شغلك بعد كده. وهو ده المهم في النيابه وفي الفيلوشيب، لانك هتبقى بتقرا ارتكلز، في حاجه اسمها جورنال كلوبس، بتتناقشوا في ارتكلز وتشوفوا المقال ده او مم. التجربه الطبيه دي او الترايل دي قويه ولا الترايل اللي اتعملت دي ضعيفه، هل نقدر نطبقها في مجالنا، هل الجايد لاينز محتاجه تبقى ابديتد في تخصص البطنه او تخصص الامراض المعديه او اي تخصص تاني. مم. فانت تقدر تتعلم ريسيرش كويس من وانت في مصر او في اي بلد مم. عربي تاني، قبل ما تيجي. آه، مم. قبل ما تيجي امريكا. مم. تقدر تاني حاجه انك تبقى involved بقى actively في research. يعني إحنا عندنا في كلياتنا في مشاريع ريسيرش كويسه فعلا. جدا، وفي طلبه مم. طب بيعملوا papers وهم publications يعني. publications وبيبقوا first authors، او حتى مم. مش لازم first author، يعني لو دي مش امكانياتك يعني، بس حتى كسكند او ثيرد، او يبقى اسمك موجود على papers انت بتعمل فيها اي مجهود في، مم. يعني بالذات طبعا الدكاتره اللي في الكليات الستاف مم. بيبقى عندهم مشاريع وعايزين يعملوا حاجات ويببلشوا حاجات. مم. فانت لما بتبقى تحاول برضه تطرق جميع الابواب، تسال مختلف مم. التخصصات، يا جماعه انا عايز اشارك في الريسيرش، بس برضه ده يكون على اساس انك مذاكر ريسيرش كويس وقاري واخد كورس ريسيرش وستاتستكس وعارف تقرا الارتكلز. مم. فدي تاني حاجه، انك تقدر publish papers او تبقى involved في اي ريسيرش اكتيفيتي قبل ما تيجي مم. هنا. دي رقم اتنين. رقم ثلاثة، انك تبني كونكشنز. انت تقدر من مم. وانت في مصر تراسل اطباء سواء في ريزيدنسي هنا في امريكا او في فيلوشيب هنا في امريكا او حتى اتندنجز. طبعا مم. الوقت الناس مشغول جدا، بالذات اي حد دخل مم. السيستم الطبي هنا في امريكا، كلنا كاطباء في العالم كله في مصر او حتى في ايوه امريكا، ايوه. بس الوقت ليميتد جدا. لكن ابعت لمختلف الناس مم. وهتلاقي يعني المعظم مش هيرد لانه للاسف الناس مشغوله جدا، لكن هتلاقي اللي يرد، هتلاقي اللي مهتم. مم. مم. يعني ممكن تبعت جنتل او كايند ريمايندرز كل فتره، كل شهر، شهرين، ثلاثه، على مم. حسب ما تلاقي الوضع مناسب للريزيدنتس. انت عارف ان ده شغال ريزيدنت في المكان الفلاني، وده شغال فيلو في المكان الفلاني، وده اتندنج في المكان الفلاني. تبدا مم. تعمل شبكه كونكشنز ضخمه جدا بدري بدري. مم. بس طبعا مم. كونك طالب لازم تعامل اي حد اكبر منك في الهيراركي زي ما مم. بنقول مم. الطبي باحترام. يعني ده مش هيبقى زميلك في الكليه، يعني مم. ده مثلا دكتور في امريكا او حتى دكتور مم. عندك في ستاف في كليتك، محتاج مم. انك تعامل الناس دي بقدر كبير جدا من الاحترام، بقدر مم. كبير احنا كلنا كطلاب علم، حتى انا الان مم. كاستشاري او غيره ما زلت بتعلم. ولازم نتعلم ازاي نحترم او نتعامل مع الناس اللي اكبر مننا، سواء بقى مم. ريزيدنتس او فيلوز او اتندنجز او كونسلتنتس او ايا كان.
تحاول تابروتش الناس دي بمنتهى الاحترام، بمنتهى الاختصار، لان طبعا الحياه اللي الوقت احنا ضيق. مشغولين الوقت ضيق جدا مع وجود السوشيال ميديا، مع وجود الاحداث العالميه اللي بتحصل حاليا وحاجات كتير. مع الاسره طبعا، لو عندك اسره واولاد فالموضوع بيبقى مشغول جدا، بس دايما تحاول يبقى كلامك مختصر، بروفيشنال، ريمايندرز every now and then، خدت بالك، فتبني شبكه كونكشنز كبيره بحيث تبقى جاي امريكا انا عندي عارف ناس كتير جدا اقدر استشيرها في مواضيع. صحيح مش كله هيرد عليك، بس على الاقل هتلاقي واحد اتنين تلاتة 10 ممكن اللي يرد عليك، تاخد خبرة من الناس دي وآراء. فتقدر تتعلم ريسيرش، تقدر تبقى engaged actively in research projects، تقدر تبني شبكة connections كبيرة جدا. الحاجة الرابعة هي الامتحانات. انت طبعا لو خلصت معظم الامتحانات وانت في مصر، كل ما تخلص الامتحانات كلها وبقيت ACFMG certified، كل ما ده هيساعدك جدا انك تيجي الماتش تبقى جاهز، لانك تمتش مش لسه ناقصك ستيب بتمتحنها، او حتى حاجه زي ستيب 3 طبعا بتبقى معضله شويه، او بتبقى بونص طبعا بالنسبه لك، او بلس وانت جاي تقدم لو انت مخلص ستيب 3. فدي الحاجات اللي في بالي انك ان تقدر تبني بيها نفسك وتزود فرصك جامد جدا وانت مقدم على بروسيس الماتش في امريكا. ممتاز جدا. شكرا ليك. انا هبدا ابص بقى في الاسئله اتفضل. اللي جات لنا. طيب، يعني احنا يعني هناخد شويه اسئله بيرسونال، بس من التفاصيل بتاعتها هنبدا يعني بقى نستقي الخبره بقى من الامر يعني. اتفضل. فانا عايز حضرتك تكلمني بقى عن فتره الريزيدنسي بتاعتك. طبعا لو قبل كده كمان فتره الاوبزرفشيب او الريسيرش والريزيدنسي والطريق كده بشكل مختصر، وهناخد كل جزء منه يعني. تمام. اختصارا او يعني بداية كده، كان انا جيت على نيويورك، فعملت observerships في مستشفيات وفي عيادات في نيويورك. كانت internal medicine ونفرولوجي مثلا. وبعدين انتقلت لهيوستن تكساس، عملت observerships gastroenterology GI وinternal medicine. ثم ك ريسيرش اكسبيرينس، وان كانت صغيره طبعا، لان بفضل الله يعني ما من اول سنه، فما قعدتش فتره طويله. لكن بعد ما خلصت وكان عندي وقت وقدامي المستشفيات، قدمت على ريسيرش انترن بوزيشن واتقبلت. فعملت كان في بارت من الاكسبيرينس، او في اول سنه اللي انا قضيتها دي ريسيرش. بعد كده يمكن الماتش حصل على طول، فقدمت على الماتش. انا طبعا يمكن انا ميولي كانت باطنيه من الاول، انا عارف نفسي جاي علشان تخصصات الباطنيه بشكل عام. ماليش في الجراحه، او مش عايز تخصصات الجراحه. وطبعا تخصصات الجراحه في امريكا صعبه جدا، مش بقول مستحيله، لكن صعبه جدا، وبتحتاج يعني سكورات عاليه وكونكشنز عاليه وسنوات اكسبيرينس عاليه وريسيرش كتير. فالتخصص بالنسبه لي انا كانت عاليه الموضوع اكتر من طبعا الكومبيتيشن عالي جدا، لان برضه خلينا نكون واقعيين، احنا عايشين في زمن راسماليه وفلوس. يعني كتير من الاطباء الامريكان عايزين التخصصات الجراحيه وبعض التخصصات الاخرى مثلا زي الجلديه او غيره، لان فلوسها عاليه جدا. انت كطبيب بشكل عام في امريكا بعد ما تخلص ريزنسي او فيلوشيب كمرتب، طبعا دي بلد بتقدر العلم والعلماء، ودي حاجه المفروض احنا نستفيد منها في بلادنا. فانت كطبيب المقابل المادي بيبقى عالي جدا وكويس جدا. لكن طبعا لما بتيجي تقارن التخصصات الباطنيه بتخصصات الجراحيه بيبقى في فرق واضح يعني. لكن على العموم التخصصات الباطنيه هي اللي قدمت عليها في طبعا في اماكن مختلفه من امريكا. وجيت على الانترفيوز على طول. طبعا الانترفيوز كانت شهر نوفمبر / ديسمبر / جانيوري. وبتقدم طبعا على كل الفرص، وبتبعت ايميلات لكل المستشفيات، وبتكلم كل البرامج. يعني يمكن دي شويه ديتيلز شويه في الحته دي، ان الواحد كان بيعمل لسته للبرامج اللي مقدم عليها، وكل اسبوعين 3 تقريبا ببعت ايميل للكوردينيتور او البروجرام دايركتور، وبتصل بالبرنامج بالكوردينيتور جملة مقتضبة: Hey, I'm interested in your prestigious internal medicine residency program. It would be an honor if I can have an interview to introduce myself at the program. فكنت بين الإيميلات وبين إن أنا بكلم
يعني طبعا يمكن احنا بنقول يمكن دي غلاسه شويه او لماضه شويه، لكن هو you كده have انت to. persistence، انت لازم تبقى انسان مصر، ولازم يعني اذا حد ما نفعكش مش هيضرك. في بعض البرامج بيقول لك لا ممنوع الاتصال، خلاص مش بتتصل. في بعض البرامج بيردوا على الايميل don't send another email, your message is here او we received your email and that's it. خلاص بتبدا تعمل لستة وبتعلم وبتشوف البرامج دي بتفضل المكالمه ولا الايميل. يمكن انا بقول ده خبرتي الشخصيه، وناس كتير عملت كده وما زالت بتعمل كده. ولازم يبقى عندك سنس، البرنامج ده اذا كلمته ممكن يغلسه عليا او حاجه. البرنامج ده اذا فضلت ابعت ايميلات للبروجرام دايركتور او الكوردينيتور بشكل ريبيتيتيف ومحدش بيرد عليا او بيردوا عليا رد قاسي مره اللي هو لا ما تبعتش خلاص، لازم يبقى عندي السنس اللي هو لا خلاص يبقى ده مثلا هبعت لهم ايميل على فترات اطول او هدي لهم مكالمه تليفون على فترات اطول. بفضل الله متجت وبدات طبعا الحته دي اتفضل، لا اتفضل. interrupt you. يعني كمتوسط، يعني افريج كده، ممكن نقول كم بروجرام انت يعني قدمت عليهم في الفتره دي؟ قدمت الفتره دي حسب ما افتكر كان around 150 برنامج. ده لو على حسب ما افتكر، طبعا الكلام ده من سنين طويله، فمش عارف الافريج ايه دلوقتي، بس عشان بس ما يتاخدش ده زاد اللي هو شويه. ده المعيار. ما اكيد مش فاكر. تصدق انت كده لخبطتني، 150 ولا 250؟ معلش الذاكره بقى والايه والشعر الابيض، فمعلش. هي شباب. 150 يا 250، معلش الواحد يعني نسي مم. شويه. مم. بس يعني فوق ال 150 او around مم. 200 programs. مم. ولازم تقدم، كل ما قدمت اكتر كل ما فرصتك زادت اكتر. طبعا الموضوع مكلف والموضوع مش بسيط، مم. لكن كل ما يجي لك انترفيوهات اكتر كل ما تقدر، لو ربنا يسر لك وجالك انترفيوهات كتير جدا كل ما تديك الفرصه انك مش عايز اروح المكان ده او مش عايز اعمل انترفيوهات في المكان ده. وان كان ده قليل المفروض انك تعمل كل الانترفيوهات، لانك you never know، الكومبيتيشن صح. عاليه جدا. ممكن واحد مم. يجي له انترفيوهات كتير جدا ويفاجئ انه ما متش، وده واقع وده بيحصل. مم. فلازم تزود فرصك انك تقدم على برامج كتير، انك كل ما مم. يجي لك انترفيوهات كتير تروح معظم ان لم يكن كل الانترفيوهات، علشان مم. فرصك في الماتش تزيد. بس وبدانا الحمد لله الريزيدنسي، انترنال ميديسن ريزيدنسي 3 سنوات. منها كان الكلام ده كان في نيوجيرسي. وبعد كده مم. انتقلت على طول الحمد لله يعني على الفيلوشيب، على انفكشن ديزيز فيلوشيب في يونيفرسيتي اوف تكساس سان انطونيو تكساس. على طول في ناس يعني اوقات بتخلص الريزيدنسي وتشتغل، وبعدين تحاول تدخل الفيلوشيب بعدين. مم. دي النسبه القليله. النسبه الكبيره لا بيخلصوا التريننج على بعضه، لانك اوقات بتتكاسل بقى. لو بدات كنت استشاري وبقيت اتندنج بطنه او جراحه او ايا كان، وبعدين عايز تخش على تدريب تاني، الناس لا انا خلاص انا بقيت في وضعيه معينه وفي بوزيشن معين وبمرتب معين او وبريفليجز هيبقى صعب معينه، عليا ان انا فهتبقى صعب ان انا اروح للتريننج تاني يعني. وان كان لو انت انسان عندك عزيمه واصرار هتعمل مهما حصل يعني. بس انا بقول لك طبعا كلنا دي النفس البشريه، احنا مش يعني صح. مش ملائكه يعني، دي النفس البشريه. خلصت انتربت يو في الحته اتفضل، دي، لا اتفضل اتفضل. معلش. لان ناس كتير جدا غايب عنها شكل التريننج بروجرام، بدايه من ريزيدنسي في يو اس اي. الشكل اصلا من البدايه للنهايه يعني. يعني في ناس اصلا بديهيات الامر يعني مش واضحه لها. يعني سنين ريزيدنسي، هو أنا بعد كده بعمل ايه؟ يعني ايه اصلا فيلوشيب؟ فاهمني؟ فلو توضح الامر ده هيفرق معاك كتير برضه. ما فيش مشكله. السيستم الامريكي قائم على يمكن زي مصر اللي هو مم. نظام النيابه، ده الاساس. مم. النيابه هي الريزيدنسي. النيابه اللي بتختلف عدد سنينها على حسب التخصص. انت رايح اي تخصص هتلاقي سنوات الريزيدنسي مختلفه. طب. لو بنتكلم عن الانترنال ميديسن الامراض الباطنيه فهي 3 سنين نيابه، ده في مم. الغالب. ممكن تاخد سنه زياده كتشيف ريزيدنت او حاجه، بس احنا بنتكلم مم. على العام. القاعده العامه هي 3 سنوات. حاجه زي الفاميلي ميديسن ريزيدنسي 3 سنوات. حاجه زي الجنرال سيرجري ريزيدنسي 5 سنوات. حاجه زي الراديولوجي ريزيدنسي يعني في الغالب 4 سنوات. مم. آم، دي الباثولوجي ريزيدنسي حوالي اللي اعرفه 4 سنوات. مم. دي يمكن التخصصات الكبيره المعظم، يعني عايز اقول يعني فوق ال عادي 75% من الأطفال الناس اللي بيقدموا عليه. جايه من مصر او من البلاد العربيه بيقدموا عليها الانترنال مم. ميديسن. اظن ده الاكبر. مم. باثولوجي، فاميلي ميديسن، راديولوجي، وفي طبعا تخصصات تانية بس انا بتكلم في الاكبر يعني. مم. بعد التخصصات دي يعني بعد ما تخلص الريزيدنسي بيبقى قدامك حاجه في الغالب حاجه من الاثنين.
يا خلاص تاخد التخصص ده وتشتغل بيه ويبقى هو ده تخصصك وانتهيت، مم. وتاخد تمتحن البورد اللي هو اعلى درجه علميه، كلينيكال هنا في امريكا البورد. مم. يعني انا امتحنت الحمد لله، معايا البورد الامريكي في الامراض الباطنه والبورد الامريكي في الامراض المعديه، عشان دول التخصصين اللي خدتهم. مم. الايه أنا بقول التخصصين اللي انت عملتهم يعني. التخصصين اللي انا خدتهم، مم. دول التخصصين اللي انا واخدهم. ففي ناس تستكفي بالنيابه وخلاص بكمل ك ك internal medicine doctor، اللي هو بيسموه هنا في امريكا hospitalist، او لو انت في عياده هتبقى primary care physician، او نكتورنست اللي هو دكتور باطنه ليلي، بيبقى شفتاته معظمها مم. بالليل. تبقى طبعا العقود ممكن تتغير، بس ممكن ده كبدايه يعني سنتين ثلاثه مم. يعني. بعد كده بيجي الحاجات السب سبيشالتي. يمكن احنا عندنا مم. في مصر اوقات بتبقى لا، انت بتبدا تخصص معين من مع قبل البطن مع البطنه، او مم. هو ده البطن على التخصص، طول. زي مم. يمكن يعني الحاجه المشهوره هي الكارديولوجي مثلا. كارديولوجي مم. الكارديولوجي او جاسترونترولوجي بتبدا على طول تخصص، انا داخل اسم مم. الكارديولوجي كنيابه. هنا في امريكا البطنه هي مفتاحك لكل التخصصات الباطنيه مم. الفرعيه. مم. كارديولوجي لازم قبل الكارديولوجي والجي اي والبلمونولوجي والهيماتولوجي انكولوجي، الانفكشس ديزيزز، مم. وتخصصات تانية لازم قبلهم. هتعمل internal medicine residency، ومنها مم. تمتش على fellowship، تاخد بقى برضه بتختلف عدد السنين. في الغالب معظم السب سبيشالتيز بتبقى من سنتين لاربعه مم. في الفellowship. يمكن الانفكشن ديزيز بالنسبه لنا في الغالب سنتين، اوقات بتزود سنه ثالثه يعني حاجه تخصص جوه التخصص، سواء مم. في اتش اي في، سواء في انفكشن كنترول اند بريفنشن، سواء مم. في زراعه الاعضاء، الامراض المعديه في زراعه الاعضاء، وحاجات مم. مختلفه كتير. بس هو ده مم. بالنسبه للتخصصات الباطنيه. الريزنسي يليها الفيلوشيب، اللي شوف. بتتراوح برضو مدتها في الغالب من سنتين لاربعه. طب، ممتاز جدا، ممتاز جدا. طيب، خلاص، يعني عملنا الريزيدنسي، عملنا الفيلوشيب. ماذا بعد الفيلوشيب؟ طبعا ده بالنسبة لك وبالنسبة للنظام بشكل عام يعني. بالنسبه لي انا الحمد لله، يعني مباشره بعد الفيلوشيب اشتغلت على طول كاستشاري، كاتندنج فيزيشن، اللي هو الانفكشن ديزيز كونسلتنت. وحاليا الافليشن اللي معايا حاليا هو الادجنكت اسيستنت بروفيسور في تخصصي في الانفكشن ديزيزز. بتشتغل كطبيب استشاري في مجالك، مم. على حسب برضو تخصصك. تخصصي انا هو الحمد لله يمكن تخصص يعني بالنسبه لي يعني كويس جدا، من ناحيه انه بيجمع بين الان بيشنت والاوت بيشنت، المستشفى لسه والعياده. بتيجي النقطة دي يعني. ايوه، فعلى حسب طبعا التخصصات مختلفه، مم. لكن في تخصصات بتجمع بين الاثنين زي التخصص بتاعي الحمد لله، مم. ان هو يعني برضو كنسبه عامه بشكل عام تلتين وقتي المفروض انه في المستشفى، او كونسلتس تبع كونسلتس في المستشفى، مم. وتلت في العياده في الاوفيس بشوف مرضى، سواء بقى اللي انا شفتهم في المستشفى واتعمل لهم ديسشارج فبتابعهم في مم. العياده، او مرضى مم. اوريدي بيجوا لتخصص الامراض المعديه من العياده من الاساس، مش محتاجين مستشفى يبقوا ادميتد في مستشفى او حاجه، زي الامراض المعديه المشهوره الايدز، اتش اي في، مم. التوبركلوسس، مم. non-tuberculous mycobacterial infections، hepatitis مم. C، hepatitis B، وأمراض فيروسية وبكتيرية وفطرية وطفيلية تانية. أوقات ما بتبقاش محتاجة إن الواحد يروح المستشفى ويحصل له أدميشن، مم. وأشوف المريض في المستشفى بيجوا على عيادة على طول. فيمكن ده بالنسبة لي أنا، أو بالنسبة لتخصصنا كأمراض معدية. تخصصات تانية، في تخصصات أنت هتشتغل تقريبا في المستشفى بس. طول الوقت لو يعني. انت يعني لو انت خريج internal medicine residency وهتشتغل مباشرة في مستشفى كهوسبيتالست مم. مثلا، فهتبقى وظيفتك انك تقعد في المستشفى بتشوف المرضى، بتعمل لهم ادميشن وبتتابع حالاتهم، يعني انت البرايمري فيزيشن في المستشفى، نعم. وبتعمل بقى استشارات لتخصصات مختلفة على حسب الحاجة، ممكن ما تحتاجش، مم. بس انت هتمانج الحاجات الاساسية الباطنية العادية في كل تخصص، الحاجات الاساسية في كل تخصص زي الكارديولوجي، زي البلمونولوجي، زي الانفكشن ديزيز، او ايا كان الحاجات الاساسية في اي تخصص. مم. وممكن تحتاج زي ما قلنا انك تعمل كونسلتس لاستشاريين في تخصصات مختلفه، سواء امراض معديه او غيرها. دي حاجه تانية، ممكن برضو تكون مخلص internal medicine residency وتشتغل في عيادات primary care، يبقى كل حياتك عباره عن عياده. تمام. مم. مم. في حاجه ثالثه اللي هو تشتغل اكاديميك، بيور اكاديميك بقى، اللي هو انا مم. رايح كاسيستنت بروفيسور في مكان اكاديمي، جامعه. مم. فهيبقى وقتك برضو هيبقى مقسم بين التيتشنج في للريزيدنتس،
الراوندز في مهم. المستشفى، وبرضه العياده طبعا كتخصص باطني هيبقى فيه عياده طبعا. بس مهم. الحاجات دي طبعا بتتوزع بالتساوي، بحيث يبقى وقتك في المستشفى قريب من وقتك في العياده، قريب من وقت مهم. التيتشنج والريسيرش اكتيفيتيز اللي انت بتعملها مع نواب او فيلوز تحت ايدك. ممتاز ده جدا. بشكل عام بالنسبه لنا احنا كالتخصصات الباطنيه يعني. مهم. ممتاز جدا. طبعا انا يعني من كلام حضرتك لقطت سؤال كده، هو الجزء الأكاديمي في يو اس اي، بس إن شاء الله نخلي السؤال ده بعد البريك، بيبقى بداية الفيديو التاني. طبعا معانا الفيديو التاني إن شاء الله.